ايران ونيوزيلندا داروا واحد من اكثر الماتشات جنون في المجموعه السابعه الجروب جي، جوج جوج ورجوع في كل مره. نيوزيلندا دخلت بلا خوف ومن اول الدقائق ضربات. في الدقيقه 7 إليجا جاست استغل تمريره من كريس وود وسجل الهدف الاول لنيوزيلندا. النتيجه هي 1-0 وايران لقات راسها خاصها ترجع بكري، ولكن الايرانيين ما تخلعوش. مهدي طارمي كان كيتحرك بين الخطوط وايران بدات كتضغط وتخلق فرص حتى جات الدقيقه 32. رامين رضائيان لقى الكره داخل المنطقه وسددها مزيان. النتيجه هي 1-1 والماتش رجع للبدايه ديالو. الشوط الثاني بنفس الحماس ونيوزيلندا رجعت تضرب من جديد. في الدقيقه 54 نفس الثنائي رجع دارها عاوتاني، كريس وود في الصناعه وإليجا جاست في التسجيل والهدف الثاني ليه في الماتش، ونيوزيلندا ولات رابحه ب2-1. هنا قلنا ايران دخلت في المشكل، ولكن مره اخرى رجعت. في الدقيقه 64 محمد محبي طلع فوق الدفاع وضربها بالراس وسجل هدف التعادل. النتيجه هي 2-2. من تما الماتش ولا مفتوح. ايران كانت باغيه الفوز ونيوزيلندا كانت قريب دير مفاجاه تاريخيه، ولكن الصافره الاخيره قالت التعادل. ايران 2 نيوزيلندا 2. نقطه لكل منتخب. المجموعه الجوله تشاله حيت بلجيكا ومصر حتى هما تعادلوا 1-1. يعني دابا ايران غادي تواجه بلجيكا تحت الضغط، ونيوزيلندا غادي تدخل ضد مصر وهي عارفه باللي عندها فرصه حقيقيه. الخلاصه نيوزيلندا ربحت الثقه وايران ربحت شخصيه الرجوع.